كنت ديما كنحس انني عندي شخصيه ضعيفه، وانا مقموع وكنحشم اكثر من اللازم جميع العقد فيا. فاش كتهضر معايا شي بنت كنبدا نحمار ونصفار ونوضر الهضره. وفي الدراسه كان عندي مشكل كبير، هو انني واخا كنعرف الجواب في القسم ما كنقدرش كنقولو اللي حدايا هو يقولو ما عرفتش علاش. كنخاف يكون غلط ويضحكوا عليا ونبان مكلخ. درت 21 عام وكنت في الجامعة ديك الساعة. ريحت مع راسي وقلت هاد الحالة ما مسلكاني. سولت راسي علاش كنخاف، علاش كنحشم، علاش ما كنهضرش، علاش. كتبت كاع العيوب اللي فيا، من بعد حاولت نحط لهم أجوبة. ومن هاد الأجوبة كتبت الحاجة اللي إلا درتها غادي تحل واحد العقدة، وكتبت فوق الورقة: حان وقت التغيير. في الغد ليه فقت بكري قبل من مالي للدار. لبست واحد قميجة بيضاء وكرافاطة وسروال كحل وصباط، وطلعت شعري اللي ديما كنت هبطو. هزيت واحد الشكارة وفطرت وخرجت قاصد واحد البلاصة وسط المدينة. خديت طاكسي. فاش وصلت للبلاصة سديت عيني وخديت شاهق طويل ومشيت للوطيل. وعند الباب وقفني رجل الأمن، حيت كاين واحد المؤتمر سنوي ديال رجال الأعمال. قلت ليه بنبرة واثقة، هذا علاش جاي أنا. طلب مني الدعوة، درت راسي كنقلب عليها وضربت راسي. قلت ليه نسيتها. قال لي ما يمكنش تدخل. طلبت منه بإلحاح باش يعيط لي على مسؤول المؤتمر. قلت ليه أنا جاي من بلاصة بعيدة وما يمكنش ما ندخلش بسبب دعوة. عيط لي على المسؤول، طلب مني سميتي. قلت ليه الدكتور أمين، وما بغيت نطق كنيتي قال لي دكتور تفضل. دخلت وضحكت في خاطري وحسيت بواحد الثقة عمري ما حسيت بيها في حياتي. قلت في خاطري علاش كنت عاطي الأمور كتر من قيمتها، وما حد وسط ناس مهمين غاستمتع بهادشي. بدا المؤتمر بالتقديم، طلعوا للمنصة كبار رجال الأعمال وكان الموضوع على الضرائب. من بعد انتهاء البروتوكول كان المقدم اللي بغا يتفضل المنصة يقدم شي إضافة يتفضل. قلت هذه هي الفرصة. هزيت يدي وكنت أول واحد طلع. وقفت في المنصة، حسيت بواحد الرهبة وضغط كبير في صدري. عمري دويت قدام الناس وما حد عندي هاد الفرصة. حلفت ما غنفلتها. حطيت الشكارة بثقة فوق المنصة، قديت الكرافات وجبت ورقة خاوية زعما راه فيها شي حاجة. قربت للميكرو ودرت يدي على أطراف المنصة. شفت في الجمهور وقوة الكاميرات كل شي كيشوف فيا. من بعد قدمت راسي: السلام، أنا دكتور أمين. بقيت كنهضر على الضرائب اللاعينة اللي كتدي لي نص ديال الثروة ديالي. بديت كنحكي على مشاريعي اللي دمرتها كثرت فواتير الضرائب. هزيت الميكرو وبديت كنتحرك وسط الخشبة وانا كنشرح، وما عرفتش حتى اش كيخرج من فمي. بديت كنحرك في يديا، ورغم كل هذا حسيت بلي النبرة ديالي وطريقة الهدرة عندها تأثير، وان ان الجمهور كيتفاعل معايا. وفي الاخير وقفت عند المنصة وقلت تبا للضرائب. سمعت شي وحدين كيضحكوا وانا نهبط من المنصة. فاش هبطت تعالت التصفيقات. سديت عيني وتمتعت بكل ثانية في ديك اللحظة. وفاش خرجت وسطهم بديت كنجاوب غير بشكرا، شكرا،
دارت في نشرات الأخبار بعناوين عريضة، ودوزوني مني كنت طالع على المنصة وسمعت اش قلت وتمعنت فيه. كان كيسحبني غير تخربيق، ولكن كان أفضل ما قال داز في مؤتمر وبدون حتى ما نوجد. استغربات عائلتي وقالوا كلهم هداك الشخص اللي يبان في التلفازة كيشبه ليا بزاف، وحتى الوالد شاف فيا ومن نظراته والتحريك ديال راسو بلي بحال كيقول لي ما يمكنش المقموع ومعقد بحالك يدير هادشي. انا ابتسمت وسكت. من داك النهار جميع العقد اللعينة تحلو، وليت رجل آخر، خصوصا أنني بعد سيمانة خرجت في عرضة مع مرأة كنت تلاقيتها في المؤتمر. خرجنا لأكبر مطعم في المدينة، طبعا على حسابها. بقت العلاقة مدة 3 شهور، ولكن من بعد قاطعتها حيت لحت عليا باش تشوف الشركة ديالي. كان هذا منعرج كبير في حياتي. تعلمت أنني ما نعطيش للحاجة أكثر من قيمتها. تعلمت نحيد الحشمة. كان هذا أكبر قرار في حياتي، هو ندوي وسط الرجال المهمين. كون فشلت فيه مع العقد اللي كانوا فيا والإحراج كنت غادي نشنق راسي، ولكن من نجحت تعلمت درس مهم: نعطي قيمة لراسي وحتى الناس غادي يعطوني قيمة من بعد. قلبت مساري التعليمي لعلم النفس، وألفت كتب كبيرة على كيفاش نواجهو حاجز وهمي اللي هو الخوف. الورقة اللي فيها العقد ديالي درتها في كادر، هي ودوك الأجوبة اللي معاها، وليت كل صباح كنطلع عليها وكنبتسم.